السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد علينا جميعا ان شاء الله. النهاردة هنعمل لكم البوتفور والغريبة في فيديو واحد عشان ما نطولش عليكم. دلوقتي اللي معانا دي مقادير البوتفور. الكيلو الدقيق بياخد 800 جرام زبدة، وبياخد 270 جرام سكر، واتنين بيضة كاملين، واتنين صفار بيضة، واتنين باكت فانيليا. الزبدة معانا اهي في الطبق، هنربها بايدينا. كانت في التلاجة يعني في التلاجة كده لمدة ربع ساعة. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ناعمة وجميلة اهي. والسكر طبعا لازم نكون نخلينه 270 جرام سكر. المقادير بتاعة البوتفور لازم نمشي عليها مظبوط عشان لا قدر الله ما يفرش مننا ولا حاجة. زي ما انتوا شايفين حطيت السكر على الزبدة عشان ابدأ اربه كويس. بسم الله ما شاء الله. زي ما شفتوا بقى عامل زي الكريمة اهو في ايديا. طبعا انت هتقولوا ليه ايه ليه 8 بيضات؟ لان انا مضاعفة الكمية، عاملة 2 كيلو بوتفور. نحط الفانيليا بقى على البيض ونربها كده بالشوكة. 4 باكت اهم. لازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ، ما يطلعش من التلاجة يعني. نكون مطلعينه قبلها بشوية. نحط البيض بقى على الخليط واحدة واحدة اهو. اللهم صل على النبي. عايزة اقول لكم انكم هتاكلوا شوية بوتفور عسل عسل كده. مقادير سهلة وبسيطة ومفيش حاجة تخوف. ربوا البيض بقى يتجانس مع الخليط كده. طبعا الدقيق احنا نخليله جنبنا. انا هعمل البوتفور ده بالكيس وهشكل برضو شوية بالمكنة. شفتوا؟ بصوا عامل زي الكريمة، كريم شانتيه قدامنا يا جماعة. اللي عنده مضرب كهربا بقى وعايز يعمل بيه يعمل، مضرب يدوي بايدك براحتك، كل حاجة متاحة قدامك. هنفضي الخليط بقى على الدقيق انا حاطاه في طبق كبير شوية عشان ده مش هياخد. وسنة الملح اللي بنحطها على الدقيق ما ننساش نحطها برضو سنة. قلبوا شفتوا تجانس مع بعضيها اهو. بسم الله ما شاء الله. عجينة جميلة وزي العسل وناعمة. ومعانا بقى معلقتين كاكاو. هنقسم العجينة نصين عشان نعمل شوية بالكاكاو وشوية ابيض. زي ما انتوا شايفين كده حطينا الكاكاو لغايه اللون اللي احنا المطلوب. نحتاج كمان معلقه. ادي العجينه البيضه تمام كده قدامكم، وادي العجينه البني. هنجيب بقى الصواني بتاعتنا والكيس بتاعنا ونبدا ايه نعمل البوتفور اهو. بسم الله ما شاء الله عسل. ودخلوا الفرن الله اكبر، ولا فرش ولا اي حاجه. تعملي بقى ايه يعني؟ بتجيبي البلبله الشكل اللي انت عاوزاه، نجمه، ورده، اللي انت عايزاه. اول صينيه خلت فرق جامد بين الواحده والتانية. تاني صينيه بقى ما شاء الله بدات ارص عادي يعني ما شاء الله. كده شكلنا معاكم شوية، وبعدين هندخله الفرن على رف اوسط درجة حرارة 160. كده بدأنا معاكم في الغريبة. مقادير الغريبة: كيلو دقيق، ب550 جرام سمنة، ب250 جرام سكر. ولو بالكوب 8 كوبايات دقيق على 4 كوبايات سمنة على كوبايتين سكر. كده انا برب معاكم السمنة اهي.
ويا جمال الغريبه بقى لما تكون بالسمنه البلدي، مش قادره اوصف لكم. كده حطينا السكر عشان نرب بيه، وزي ما قلت لكم اللي عايزه تعمل بمضرب تعمل، واللي عايزه تعمل بايديها تعمل. كده هنحط الدقيق. بسم الله ما شاء الله. الغريبه دي حاجه نواعم كده، صدق اللي قال نعمه يا غريبه. حاجه سهله وبسيطه وسريعه، بس لازم ناخد بالنا من المقادير بتاعتها. اهي بسم الله ما شاء الله، شوفوا جميله اهي. هنجرب حته على ايدينا، لو لقيناها شققت هنلفها لفه كمان، مش هنزود حاجه، لان السخونيه اللي بين ايدينا، درجه الحراره اللي بين ايدينا بتظبط العجينه. زي ما شفتوا اهي عملناها دايره، بصوا ولا شققت ولا اي حاجه، جميله زي العسل. وهنشكلها بقى ونحط سوداني، نحط زبيب، نحط اي حاجه انتوا عايزين حابين تحطوها. وما تنسوش بقى لو الحاجه بتاعتنا عجبتكم اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. كده احنا بنحط سوداني، وبرضه هندخلها في الفرن على رف اوسط على درجه حراره 160، وهي ما بتحمرش، هي دوبك كده متى ما بتهزي الواحده من الصينيه كده خلاص. اللهم صل على النبي، اللهم بارك. وادي الكحك اللي عملناه معاكم، والبسكوت، والقرص المنين الساده وام عجوه، والبطفور بتاعنا الجميل لذيذ وزي العسل، والغريبه بتاعتنا اهي. بسم الله ما شاء الله. كل الحاجه ناجحه وجميله وشكلها جميل وطعمها اجمل واجمل. هنسيبكم بقى تستمتعوا بجمال الحاجه وروعتها، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلب وزه، وعيد سعيد علينا جميعا.